بسم الله ما شاء الله. بشاميل قلبه جوسي جميل، ومن فوق فيه حرمشة جميلة. ابني قال لي ان هو كله عند حد وعجبه. طب اعمله ازاي؟ تعالوا نقول نعمله ازاي. انا معايا سمنة وزيت بسيط، حطيت فيهم البصلة علشان اعمل اللحمة. اديتها تشويحة، البصلة تشويحة خفيفة جدا. بصلة اللحمة يا جماعة ما تسيبهاش تغير لون. بعد كده بننزل عليها اللحمة. انا نزلتها جنب منها علشان تاخد الصدمة، عشان ما تنزلش سوايلها. بعد كده بقلبها على بعضها وبحط لها توابل. انا ما بزودش توابل غير الفلفل الاسمر والملح. الفلفل الاسمر لو فيه شعرة حبهان خفيفة، بس انا بفضل فلفل اسمر بس في البشاميل. بحبش انا في البشاميل اضافات زايدة. آه، قلبت اللحمة وسبتها تستوي، وبعد ما استوت كده وبقت جميلة، ما فيش فيها اي سوائل خالص. طبعا انا ما اديتهاش فرصة للسوائل لان هي واخدة صدمة. بعد كده بركنها على جنب، وبنروح نعمل خلطة البشاميل. آه، دي المية بتاعت اللحمة يا جماعة. أنا هعمل لحمة جنب منها، معلش، علشان هعمل محشي، بس مش هطلع المحشي. أنا عملت محشي كم مرة قبل كده، فأنا هعمل محشي علشان فيه ناس جايين يتغدوا، فهعمل ده. حطيت مع اللحمة فلفل أسمر وحبهان وكباب صيني وقرن فلفل وطماطماية وفلفل أسمر، وحطيت وسبت اللحمة ونعمل بقى البشاميل. أنا حطيت برضو شوية زيت خفيف قوي وحتة سمنة. عايزة تعملي بزبدة اعملي، عايزة تعملي، بس أنا جايبة اللبن دسم من الفلاحين، في نسبة دسامة حلو، مش محتاج إن يتعمل معاه زبدة أو حاجة تانية. حطيت طبعا السمنة. انتوا عارفين كل معلقة سمنة لها معلقة دقيق كبيرة، فأنا حطيت الدقيق والسمنة على قد اللبن. عندي 6 معالق سمنة وزيت على 6 معالق كبار دقيق، واديتهم يدوبك كده، قلبتهم حاجة خفيفة. ما استنتش ان الدقيق يغير لونه. بعد كده نزلت بلتر ونص لبن، عشان لو انا عوزت كمان اعمل دايما خلي البشاميل بتاعك يكون تقيل شوية، عشان لو انت عوزت تزودي شوية شوربة او شوية لبن، لكن ما تخليش الدقيق قليل وترجعي تاني تتوهي وتقولي البشاميل خفيف. بعد كده التقليب بيكون سريع يا جماعة، علشان ما يعملش، ما يجمعش معانا في الجناب ولا يكلكع. بسم الله ما شاء الله، كطالع كريمي يهوت من غير اي حاجة. لو حسيت ان هو في كلاكيع معاكي معلش ابقي اضربي في الخلاط، لكن لو بتضربي بالسوكي كويس كده وبسرعة، بصراحة ما بيحتاجش اي حاجة. بعد كده بحط له شوية فلفل اسمر، معلش انا ما عنديش فلفل ابيض. وبحط له ملحه وبسيبه يبرد. بعد كده معلش انا كنت حطيت عليه بعد ما برد، قلبت في بطين، بس ما طلعوش في المقطع. بعد كده بسلق المكرونة، بحط الملح على المية واسيبها تغلي، وبنسلق مكرونتنا ونبدأ نعمل. طبعا الكيلو ونص لبن بيعمل حوالي 700 جرام مكرونة، علشان البشاميل المكرونة تاخد راحتها. بعد كده بنسلق مكرونتنا، سلقت المكرونة وصفتها يا جماعة، وابدأ بعد كده احط عليها نضيف لها بقى نص كمية البشاميل او ازيد من النص شوية، ونقلبها في بعضها. نقلب البشاميل في الخلطة في المكرونة وهي سخنة كده. المكرونة اسلقها عادي، في ناس بيقولوا بنبقى نسيبها تكة، يعني ناقصة دقيقة كده ولا دقيقة ونص. لا، انا بسلق المكرونة عادي، بس لما بقلب بسرعة، ما باخدش وقت في التقليب. وبروح جاية بقى ايه، حاطة معلقتين بشاميل في الصينية، وفرشة مكرونتي فيها،
ونص المكرونة، وجاية حاطة اللحمة في النص، واحط باقي البشاميل اللي فوق على بعد ما احط الطبقة التالتة مكرونة، وندخلها وحطت لها بقى الجبنة الموزاريلا يا جماعة. دخليها وخليها تاخد السوى العادي، تلاقي الجبنة الموزاريلا من تحت طرية ومن فوق محرمشة، والمكرونة طعمها جميل جميل جميل، وشكلها فيها كده حاجة روعة تعجب بصراحة. هتعجبكم، جربوها وتعجبكم. ويا ريت لو عجبتكم يكون فيه شير ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا الجمال.